حد تاني هيدفع كده ولا كله خلاص؟ شكرا للاسطى علاء اللي بيصورنا، والشكر موصول بقى للاسطى جمال السباك اللي جاي النهارده متاخر عن الماتش بعد ما كان بيركب 3 بانيوهات و14 قاعده فرنج النهارده، لذلك كان سبب من اسباب الخساره بعد الاداء المتراجع في مباراه اليوم. مباراه شهدت ايضا غياب للاسطوره رمضان الحلاق، عارفين بقى دخلة عيد وكل سنه وانتم طيبين، عدد الزباين الكثيف اللي عنده في المحل مش اقل من 14 زبون، اضرب بقى في 15 جنيه للحلقه، اداء كبير. ايضا الاسطى تشريع، الراجل بيربي فرخه امهات بقى له شهرين علشان يضحي في العيد، كل سنه وانتم طيبين. لكن النهارده اداء كبير قوي في نص الملعب من محمد النجار، واحد بقى من مسامير نص الملعب. والشكر ايضا موصول بقى لعلاء المنجد اللي بيصورنا، لعيب يريحك قوي. خلي بالك علاء المنجد بقى ايه، تتكلم في 25 او 30 سم بقى ايه، فايبر حراري. وامامنا هنا بقى الاجواء في ملعب كعبش تحت الدائري، الكرات الخطيره وسط الملعب، وسط الملعب محور الاداء، مش المحور اللي على الدائري لو انت رايح اكتوبر، لا هو رمانة الميزان. شفنا ايضا النهارده بقى فوز وانتصار لمنتخب مصر امام كوت ديفوار المنتخب الاولمبي، كان سجل هدفين مقابل هدف بقى ضمن اللقاءات الاستعداديه للاولمبياد. البعض بيقول لك يعني مشاركه محمد عبد المنعم وامام عاشور، والحديث ايضا بقى عن وجود حارس مرمى وان كان حمزه علاء ايضا من الحراس الكبار. حديث كبير على الساحه الرياضيه وعلى الجانب الرياضي، ايضا على مستوى كعبيش الحديث يدور حول الصفقات الجديده والحديثه، من سيكون محل رمضان الحلاق ومن سيحجز مكان رضا السباك اللي غايب النهارده كمان. يعني الدفاع شر ميه كتير قوي نتيجه غياب رضا السباك، هنشوف ونتابع. لمسه جنب الشمال، الكرات المرتده، الكاونتر اتاك، لكن خرجت الى خارج الملعب، وركله تماس رقم 7414.